السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، وأول حاجة كده بدأت بيها هو الغسيل. حطيت كده دورة في الغسالة، وأخيرا باركوا لي يا جماعة الغسالة اتصلحت. أنا كنت بقالي من قبل رمضان تقريبا بغسل على الغسالة التانية، اللي هي النص أوتوماتيك دي. هي برضه الحمد لله حلوة وكويسة وبتنضف وكل حاجة، بس أنا باحتاج بقى الأوتوماتيك طبعًا لا غنى عنها. يعني عايزة تريحي شوية، عايزة تحطي ستاير ودفايات وملايات وحاجات تقيلة، هي بصراحة بتسد جامد جدًا، ونعمة، نعمة كده من عند ربنا. فالحمد لله كده، وربنا يديم النعم اللي في حياتنا يا رب. وتعالوا بقى معانا في يوم الرغاوي، يوم الرغاوي بالذات بقى دلوقتي. لسه عايزة أقول لكم مصورة الفيديو ده الساعة 00:00. ليه بقى يا فاطمة مصوراه 00:00؟ علشان إحنا نُص اليوم يا جماعة بقى ضايع في مَيّة وكهربا. أنا عارفة اللي 3/4 الشعب مخنوق، 3/4 ده كل الشعب. بجد والله يعني الله يكون في عوننا. حَر، قطع كهربا، قطع مَيّة. المَيّة بالذات يعني روح الحياة. فأنا مش عارفة منطقتنا هنا ما كانتش القناطر بتقطع المَيّة فيها كتير كده، بقت كل يوم، كل يوم. بس بقى اعذروني النهارده أختكم إيه، مخنوقة بقى ومتضايقة، فعايزة أفضفض معاكم. وأنا مش متعودة إن أديكم طاقة سلبية في أي فيديو من الفيديوهات، باحاول دايمًا أشجعكم. بس والله الحمد لله يعني على النِّعَم كلّها، وربنا يديم علينا نعمة المَيّة وما يحرمنا منها أبدًا، لإن بجد، بجد المَيّة دي روح البيت وروح الدنيا وروحنا إحنا كبني آدمين. فادعوا لي دعوة حلوة كده. بجد اليومين دول محتاجة دعواتكم أوي، أوي، لإن يعني في حاجات هاقولها وفي حاجات ما باقولهاش. بس بجد يعني مخنوقة جدًا، جدًا، جدًا في حاجات كتير أوي غير المَيّة والكهربا. ادعوا لأختكم كده دعوة حلوة. وربنا يشفي كل مريض وينصر يا رب، يا رب أهلنا في فلسطين. يا رب ينصر كل واحد في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب، ينصرهم كلّهم يا رب، ونشوفهم كده في أحسن حال، اللهم آمين. وتعالوا بقى نبتدي معايا يوم الجامد ده. خلّصت بقى قُلت أخلّص كده المواعين وأنا واقفة، طبعًا هو اليوم كلّه ضايع زي ما قُلت لكم في المَيّة والكهربا. ف فعشان كده بقى إيه، فباخلّص يومي بالليل. عايزة أقول لكم الفيديو كل شوية آجي أكمّل لكم الفيديو تسجيل يحصل حاجة، فاضطر أفصل وأرجع تاني. ف قُلت بقى أخلّص كده المطبخ وأخلّص كمان أعمل كده الأكل جنبيها. أنا جوزي بييجي متأخّر عشان كده باعمل أكل متأخّر ليه يعني. لكن طبعًا الولاد طول اليوم طبعًا بيبقى في بقى أكل في التلاجة بقى باليوم اللي قبليه، أو باعمل لهم أكل جديد. هو موضوع الشغل بالبيت بالليل ده، أحلى حاجة فيه إن أنا باصحى ألاقي الدنيا رايقة وجميلة ومطبخي متضبّط والشقة كمان متضبّطة، بس هو إيه ساعتين 3 والدنيا بتبتدي تاني، وابتدي تاني من أول أعيد. فكل يوم هو اليوم. ف ف خلاص اللي هو الواحد اتعوّد يعني. فربنا معانا بقى يا رب ويقوينا، لإن بجد الصيف دوّة كان أصعب صيف بالنسبة لي لإنه حَر جدًا، وأنا شقتي كمان حَر أوي. فربنا يرحمنا برحمته، يرحمنا الشعب المصري كلّه، لإن بجد الصيف ده صعب علينا كلّنا. فربنا يا رب يرحمنا. أنا بقى خلّصت وقُلت إيه، أدّي بقى إيه البوتاجاز تلميعة طبعًا كده عشان يبقى المطبخ كلّه نضيف. وكمان عملت الرخام وضبّطت كل حاجة. أنا عايزة أقول لكم أنا غسلت كمية مواعين رهيبة، رغم إن هي مواعين يعني يوم واحد، بس مش عارفة في إيه. يعني مش عارفة، كنت كمان عاملة قبلها كذا أكل و والعيال بقى طول النهار طبعًا المَيّة قاطعة بقى بنبتدي المطبخ يتدربك ونسحب بقى كوبايات ونسحب أطباق فكُلّه لمّا المَيّة تيجي نعمل، لمّا المَيّة تيجي نعمل. طبعًا المَيّة جات وإيه ولبست لبسة حلوة. فخلّصت على طول بقى وضبّطت الدنيا كده. ما باعرفش كمان أعمل أكل خالص إلّا لمّا يكون المطبخ متضبّط والبوتاجاز متضبّط، والرخامة كده رايقة معايا وقدّامي كده رايقة خالص. تحسّي كده إيه بمعنى فعلًا النضافة. محتاجة بقى دعمكم اللي لسه ما اشتركتش معايا تنزل تفعّل زر الجرس وتحط لايك الحلو واشتراك عشان كده إيه يوصلِك كل جديد. ولو وقولي لي لو فيديوهاتي بتعجبِك، قولي لي في الكومنتات. باستنى رأيكم جدًا، جدًا، جدًا.
خلصت بقى كده زي ما قلت لكم الرخام، وهعمل بقى ايه هشطب كمان الحوض. كنت بقى كمان فتحت التلاجة كده، طلعت منها كام حاجة دول، قلت برضو يعني اهم حاجة برضو بعد ما تخلصي تروقي برضو تلاجتك عشان تفضل نضيفة كده على طول، لو ايدك فيها على طول هتفضل نضيفة على طول. رف كده تبهدل تغسليه، اطباق زيادة يعني مش عايزاها في التلاجة تشيليها. انتوا عارفين طبعا ساعات الولاد بتستسهل وتقوم حاطة كده ايه يعني خلصوا مثلا حاجة أو ازازة، حتى ازازة المية لو فضيت بيسيبوها مكانها والله في التلاجة. انت اللي لازم تدوري وتفتشي وتشوفي الدنيا عاملة ايه، لان بجد ست البيت هي الاساس، هي اللي كل حاجة عليها. حتى لو الولاد بيساعدوا، انا الحمد لله معلمة ولادي انهم يساعدوا، بس ساعات في لحظة كسل كده بتيجي منهم فبرجع اشد تاني عليهم. بس لازم انتي برضو تبقى عينك ايه على بيتك في كل حاجة كبيرة وصغيرة. فربنا يقوي الامهات كلها بجد والله. وانا برتاح عن نفسي، برتاح نفسيا لما بقى كل حاجة كده متظبطة، يعني النفسية بتحلو لما البيت يبقى كويس. اللي معايا بقى فعلا تقولي، لان طبعا النظافة حاجة مهمة جدا. واللي متربي كمان، يعني مامتي برضو كانت يعني وما زالت يعني نضيفة جدا، وكمان بتحب تهتم كده بالحاجات كلها. آه، فعلمتنا برضو كده، يعني علمتنا النظافة نبقى موسوسين بمعنى صح. كده بقى بص المنظر بقى عامل ازاي، بقى الدنيا راقت. المواعين بقى عايزه اقول لكم بصوا كميه المواعين اللي اتغسلت، وحاطه طبعا ميه هنا وميه هنا، بفضل احوش كده في الميه عشان تاني يوم. حتى البراد ده والله بقعد املاه والكولمان برضو بملاه. كل حاجه بقى بظبطها قبلها عشان الميه ايه لما بتقطع تاني يوم ما اغلبش. اللي هنا قررت كده اسلق لهم شويه مكرونه في السريع، قالوا لي جعانين يا ماما، قلت لهم ماشي اعمل لكم انتوا المكرونه، وكنت مقرره اعمل مسقعه. فقلت كمان قطعت البتنجان كده بتاع المسقعه، ورشيت عليه بقى الملح، عشان لما بترش عليه ملح بيفضل كده ايه الميه بتاعته تنزل وما يشربش منك زيت في الطاسه. عصرت عفوا يا جماعه، عصرت الطماطم بتاعت المسقعه وبتاعت المكرونه، قلت بالمره بقى هحط اللي هحطه للمكرونه والباقي اسيبه للمسقعه. وكانوا بصراحه شويه مسقعه تحفه. والمكرونه كمان خلصت في ساعتها، عملت لهم على قد كده بالظبط عشان حرام التهدير، انا ما بحبش اهدر اكل ابدا. يعني ربنا يعني بيقول لنا حافظوا على النعمه، فلازم طبعا نحافظ على النعمه. يعني شويه رز اتبقوا عندك شيليهم كده في التلاجة هينفعوا تاني. لو بالذات لو في ولاد، الولاد بعد كل ساعتين بيجوعوا. كنت هنا بقى قطعت البتنجان انا بحب اقطعه كده، بقيت احب اعمل مسقعه بقشرها والفلفل. وقلت بقى ايه، وهنا خلصت خلاص وبنهي الفيديو معاكم، واشوفكم في فيديو جديد مع